استمع وفد مجلس الأمن الذي يزور جيبوتي في لقاءين إلى رؤية الحكومة الانتقالية والمعارضة الصوماليتين، وقد وافق الجانبان على مرابطة قوات أممية في الصومال. وقد اشترطت الحكومة قبل ذلك خروج القوات الإثيوبية، بينما طالبت المعارضة بخروج هذه القوات قبل نشر القوة المتفق عليها. الرئيس الصومالي عبد الله يوسف يصل إلى مقر المحادثات في جيبوتي بعد أن تعرضت طائرته الخاصة لصاروخ أطلقتها المعارضة أثناء إقلاعه من مطار مقديشو. تجاهل أثناء خطابه واقع القوات الأثيوبية في الصومال وعن مطالب المعارضة أيضا. وعد بأن حكومته تقوم بإيجاد الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات عامة ونزيهة عام 2009. لدينا الرغبة في أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته لإحلال السلام في الصومال، لأنها الجهة الدولية المخولة بنشر هذا السلام في العالم. أما الشيخ شريف رئيس تحالف إعادة تحرير الصومال فقد كان خطابه هو الآخر، متجاهلا الحكومة الانتقالية ووصفها بالميليشيات المتعاونة مع الاحتلال الأثيوبي، لكنه اتفق معهم على مبدأ إحضار قوات أممية إلى الصومال شرط إخراج القوات الأثيوبية في أسرع وقت. تشكيل لجنة تحقيق دولية لجرائم الحرب المرتكبة في الصومال، ووقف ما أسماه المذابح الجماعية التي ينفذها الجيش المحتل حسب وصفه، كانت هذه هي أبرز مطالبه لوفد مجلس الأمن. وتعهد التزامه بمبدأ التفاوض والحل السلمي وتنفيذ كل ما يتم التوصل إليه من اتفاقات بين الأطراف الصومالية. المجلس الأمن الدولي كان معتادا أن يستمع إلى طرف واحد في الأزمة الصومالية، ولعله كان الطرف الأضعف، ومن هذا المنطلق كانت تنتقل إليه معلومات غير صحيحة غير مبنية على حقائق. أما اليوم فهو التقى بالطرف الآخر ونقل له الصورة الحقيقية في الصومال. هي المرة الأولى منذ سقوط الدولة المركزية يستمع مجلس الأمن للفرقاء الصوماليين كل على حدة، مما يؤشر حسب المراقبين بأن المجتمع الدولي مهتم بالملف الصومالي أكثر من أي وقت مضى. ونأمل أن يكون هناك اتفاقا قريبا حول الاتفاق على صيغة تمكن القوات الإثيوبية من الخروج من الصومال، ويكون محلها قوة دولية يتم الاتفاق عليها، سواء كانت هذه القوة من الأمم المتحدة أو قوة هايبريد أو مختلطة أو هجين. مطلب المعارضة هو خروج القوات الأثيوبية من الصومال قبل الحديث عن قدوم للقوات الدولية إلى البلاد، لكن الحكومة الانتقالية تشترط وصول القوات الدولية إلى الصومال قبل انسحاب الجيش الأثيوبي. وما بين هذين المطلبين ينتظر من مجلس الأمن فك طلاسم المشكلة. فهد ياسين، الجزيرة، جيبوتي.